القناعة هي صوتك الداخلي اللي بيقولك أنا أقدر، والعادة هي الفعل اللي بيأكد الكلام ده كل يوم. ومن هنا هنبدأ رحلة الغوص في أعماق النفس والجسد علشان نكتشف ازاي القناعات والعادات هما المفتاح الحقيقي لأي نجاح حقيقي متوازن وسعيد. النجاح هو عبارة عن مجموعة من القناعات والعادات وتحكمها قيم وأخلاق بتكون سبب في التوازن في حياتك وبتخليك سعيد. فبكده القناعات والعادات دول هما المدخلات والمتطلبات الأساسية للنجاح، وهما الأسباب اللي من غيرها مستحيل يتحقق النجاح. من الأساس دي مجموعة من الأنشطة النفسية والجسدية اللي الإنسان بيعملها عشان يوصل لأهدافه وأحلامه. نقدر نقول إن القناعات دول متعلقة بالروح والنفس واللي الإنسان مؤمن بيه وبيعتقد فيه، وإن العادات دي مهارات وسلوكيات وأفعال متعلقة بالجسد واللي الإنسان بيعمله. وهنتكلم عن كل واحدة فيهم بالتفصيل علشان نفهم أكتر. القناعات دي معتقدات راسخة جوه النفس بتأثر على السلوك والتصرفات بالسلب أو بالإيجاب، تخليك تتقدم أو تخليك تتراجع. والقناعة نوعين: قناعة إيجابية وقناعة سلبية. القناعة الإيجابية دي الاعتقاد الراسخ والثقة الكاملة إن ربنا ادالك من الإمكانيات والطاقات وادالك أسباب وقدرات تخليك توصل لهدفك بإذن الله مهما كان صعب وبعيد. القناعة الإيجابية دي يقين الإنسان الكامل بقدرته على النجاح بإذن الله، علشان لو ما كانش مقتنع بده يبقى هو أول واحد هيهزم نفسه. أما القناعة السلبية فبعكس كده تماما، اعتقاد سلبي بعدم القدرة، تردد وعدم ثقة وخوف وضعف بيسببوا التراجع، ونتيجة ده الفشل. وصدق اللي قال الناجحين ما بيتراجعوش واللي بيتراجعوا ما بينجحوش. أما العادات ومفردها عادة، دي الأعمال الجسدية اللي تعود الإنسان إنه يعملها علشان يوصل لهدفه. دي مجموعة أفعال اتكررت لحد ما استقرت واتثبتت كسلوك ثابت بيعمله الإنسان من غير ما يحس، وبيبقى راعة وفي الأغلب من غير وعي منه كمان. وممكن نقول إن كل اللي بنعمله من نشاطات وتصرفات جسدية دي عادات. مثلا الابتسامة عادة، طريقة المشي عادة، طريقة الجلوس عادة، وكتير كمان، طريقة النوم والشرب والأكل، وكل التصرفات اللي بقينا نعملها من غير ما نفكر بتلقائية، واحنا بنعملها بالطريقة دي بس علشان قررنا اننا نعملها لحد ما استقرت فينا كسلوك ثابت. والعادة في نفسها حيادية، ممكن تستخدمها في الحاجة المفيدة والحاجة الضارة زي السكينة واي أداة تانية. فبكده نقدر نقسم العادات الى عادات نافعة وعادات ضارة. النافعة زي احترام المواعيد والنوم بدري والابتسامة والقراءة والصدق